أن يجد الحلول المواتية والمناسبة. كرة في خط الوسط للمولودية، تمريرة أمامية، محاولة ممتازة، دخول داخل منطقة الجزاء، كرة الهدف، جول! والهدف الأول لصالح فريق المولودية الوجدية. هدف أول يأتي للأحمر اليوم، هدف أول يأتي من جانب يوسف أنور الذي يضع الكرة في الشباك. كرة لعبت بالبقاء. فريق الرجاء الرياضي تلقى الهدف الاول والان يبحث عن رده فعل سريعه. ننطلق من الجهه اليمنى، بلوك صوت الانسان، التحضير داخل منطقه الجزاء، والقائم ينوب عن الحارس. كره للرجاء كان بامكانها تكون في الشباك. كره تبحث عن الحلول ويمغيت الجهه اليسرى، قصباوي، اعتماد على تمرير المطول للامام. يوسف انور لم يتمكن من كرة لفريق الرجاء الرياضي. 1-0 النتيجة المسجلة إلى حدود الدقيقة 20. تمريرة عرضية رأسية، جول! جول! والهدف الذي يأتي من جانب فريق الرجاء الرياضي. نوفل الزرعوني يضع الكرة في الشباك. هدف التعديل، الأخضر يعود. طريقة جيدة على مستوى التمرير، كرة عرضية جانبية. زياد العفسة يعطي التعليمات للجدار. زريدة في حوار مع شعيب. كرة ثابتة، صابر بوغرين يسعد. التعامل مع الكرة الثابتة كيف سيكون؟ إذا جت الصافرة، كرة ترفع داخل منطقة الجزاء، جول! جول ثاني للرجاء. لعبت بطريقة ممتازة. نوفل الزرعوني والفرحة الكبيرة، الانزال داخل منطقة الجزاء لكرة ثمينة رجوية. النسر الرجاوي حلق عاليا اليوم رفقة جوزيف زيمباور. كرة لعبت ببراعة، كرة لعبت داخل منطقة الجزاء، والجماهير في المدرجات تتفاعل. لعبت بشكل ممتاز وبطريقة جيدة. يأتي الهدف الثاني. هذه هي الكيفية وهذه الصورة وهذه هي الطريقة من صابر بوغرين. كان التمرير وصناعة الهدف الرجاوي أكملها وأكمل الهجومية. أخذ ورد، فرصة ديال التمرير داخل منطقة الجزاء. يوسف انوار كيسافر هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، المراوغة، تحضير، تأطير، إمكانية تصويبة، جول! وهدف التعادل. المولودية تعود في مباراة اليوم. ما حدث هو أن الدفاع كان في وضعية. القرار النهائي، الحكم الساحة محسن السردي يتوجه في هذه اللحظات. الآن خذا القرار ديالو، يتوجه لرقعة الملعب. شنو هو القرار؟ سنتابع. الحكم بعد متابعة شاشة الفار يقر بضربة جزاء. ضربة جزاء للمولودية الوجدية. هذا هو القرار الذي اتخذه حكم اللقاء محسن السردي. هي نفسه للتقدم خلف مبارك، لكن امامه انس سليتي. ضربة جزاء في الشوط الاضافي الاول. يتقدم يوسف انور، يركنها في الشباك، جول! الهدف الثالث للمولودية الوجدية في مقابلة اليوم. المكان ديالو من الجهة اليمنى نحو الجهة اليسرى. شوفوا هنا كرة ممتازة، فرصة، جول! جول! وهدف ممتاز لفريق الرجاء الرياضي. هدف ممتاز يأتي في هذا الوقت بالذات. 3 ديال الأهداف داخل كل مرمى. آدم النفاتي. هي مباراة في نصف النهائي، ولكن كتحس انه عندها الطابع ديال المقابله النهائيه. كتحس بانه عندها طابع ديال المقابله النهائيه، لان النديه كبيره ولا فريق يريد ان يضيع الفرصه المتاحه، انه فيها ثمار موسم ماشي بزاف، فما بالك كاس العرش.
كره من الجهه اليمنى، عمليه هجوميه للرجاء، تمريره تصويبه، جول جول جول، الرجاء يسجل. كره قويه من الجهه اليمنى يفعلونها في الانفاس الاخيره، يضعونها في الشباك. تغيرت الامور، لم يكن احد يتوقع هذا العبور، الرجاء يفعلها. هدف صاروخي، تصويبه قويه من الجهه اليمنى، اهتزت المدرجات هنا بمدينه اكادير، اهتزت المدرجات بمدينه اكادير. فرحه كبيره للمناصرين ديال فريق الرجاء. هدف كالصاعقه، هدف لم يتوقعه كل من. لقطه للتمحيص للتدقيق، محسن سردي حكم المواجهه. نشوفوا لنا اللقطه والتدخل ديال لاعب فريق المولوديه الوجديه محمد خليس. يسري بوزوق، الحكم شاف اللقطه، خدا القرار ديالو، دخل رقعه الملعب. الان القرار ماذا بعد رؤيه شاشه الفار؟ يقر بضربه جزاء، وعصام الراقي في الصوره، ونظره على الجماهير الحاضره، وبطاقه تشار في حق لاعب فريق المولوديه محمد خليس. من اصل 4 دقائق نحن نلعب الدقيقة الثاني، وفي الوقت بدل ضائع يعلن الحكم عن ضربة جزاء يتركها بوزوق لموهوب لمهدي زياد العفسة نحو التصدي. مهدي موهوب وضع الكرة ديالو، يتقدم مهدي موهوب، يسجل، لا يضيع